والآن تفتح الستارة على حلقة جامدة نار. الآن وبعد طول انتظار كوزمو جالك بقتل العيار ومحضر طبق الفشار، وانزل اعمل لايك وسبسكرايب وبلاش هزار. قبل ما نبدأ الحلقة زي كل مرة ما ننساش الأول إننا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام. بتبدأ حلقتنا بواحد بيجري في غابة وبيكون وحش غريب بيطارده، وبنلاحظ إن في وحوش زيه بتهاجم معسكر للبشر وبتاكل فيهم، وبنرجع لصاحبنا اللي بيجري وبيكون الوحش خلاص هياكله، فيجي صاحبه وينقذه وبنعرف إن اسمه زايلو، وهو بيعالجه قال إن هم اسمهم الأبطال، وإن هم لو ماتوا يرجعوا تاني للحياة بس هيفقدوا ذاكرتهم ويتجننوا بعدها. بيعالج جروحه وبنعرف إن الشخص التاني ده اسمه دوتا، وإن هو سرق حاجة من فرقة الفرسان المقدسين، وبنعرف بعدها ان العدو بتاعهم اسمه وباء الشياطين، واللي بيجري وراهم اسمهم جنيات، وبيكون مهمة الابطال ان هم يساعدوا الفرسان المقدسين في انسحابهم من الغابة دي. وبنشوف علامة على رقبة الابطال، وزايلو بيعرفنا ان هم لو خلفوا القواعد راسهم هتتنسف. وبيقوم زايلو بيلاحظ الحاجة اللي دوتا سرقها من الفرسان المقدسين وبتكون تابوت، وبيزعق زايلو لدوتا وبيفتكرها جثة، وبيقرر يشوف اللي جواها، وبتطلع بنت وزايلو بيقول انها مش من البشر، دي حاكمة من الحكام، وبيسيبوها وبيلاحظوا ان في مجموعة من الفرسان بتتهاجم من الكائنات اللي قلنا عليهم جنيات في الاول، وبيحاول الفرسان ان هم يقتلوا الجنيات بس بيكونوا بيتهزموا، وبيقترح دوتا لزايلو ان هم يهربوا، بس زايلو ما بيرضاش وبيكون عاوز ينقذهم، وهنا بيجي صوت من وراهم، وبنعرف ان الحاكمة صحيت وبتعجب بكلماته عن انقاذ البشر دول، وبتقول له يا معلش، بتقول له يا فارسي. سوري انت شويه في وبعدين ثواني يا عمنا، انت ما عملتش ليه سبسكرايب ولايك على الفيديو لحد دلوقتي، ولا انت مستنيني اتكلم يعني؟ المهم بيبان اعجاب الحاكمه بتصرفات زايلو النبيله، وبتقول له انت نجحت في الاختبار، وبيبان ان زايلو ضايق من الكلام وبتقول له هساعدك، وبنعرف ان اسمها تيوريتا الحاكمه رقم 13، وبتقول له شبيك لبيك. هو قال لها لا شكرا، انا بكره الحكام اصلا، مش عاوز مساعده. وبينزل علشان يحارب الجنيات وبيلاقيها لازقه فيه ومصممه تساعده، وهو بيرفض ويحارب لوحده، وبنعرف ان قوته هي الحراره والضوء، وبيقدر يفجر السكاكين اللي بيرميها دي في الاعداء. وبعد معركه طاحنه بيجي الليل وبينقذ الفرسان، وبيجي القائد بتاعهم يشكره، بس بيلاحظ الختم اللي على رقبته وبيرجع في كلامه وبيبدا يكلمه بعنف، ولما بيشوف الحاكمه بيستغرب انها مع بطل محكوم عليه، ووسط كل ده بيكلمهم شخص اسمه فيتيانيوم، يا رب اكون قلت الاسم صح، وبيقول لهم ان الفرسان المقدسين رايحين ناحيه قفه الشياطين بدل ما يهربوا. يا اتمنى اكون قلت قفه دي كمان صح. وبيسال زايلو الجنود اللي انقذهم هل دي كانت خطتهم من البدايه ولا لا، وبيقولوا ايوه، قائدتنا كيفيا اخذت القرار ده واحنا بنثق فيها جدا. بنعرف من فيتيوم ان هو لو نص الفرسان ماتوا المهمه فشلت، وممكن يموتوك وبعدها تصحى ويحرقوك على الخازوق. والله قال له كده مش هزار يعني. وبيقرر زايلو ان هو يساعدهم، وبيقول للجنود اللي انقذهم من شويه ان هم ينسحبوا، وبنروح لفرقه الفرسان المقدسين اللي بيحاربوا قفه الشياطين، وبتكون الجنيات بتهاجمهم وبيحاربوها باوامر من القائده بتاعتهم كيفيا، وبيكون معاهم اسلحه رعد بس عددهم ما بيكونش كافي، وبتبدا الجنيات تاكل في الجنود حرفيا. وبنلاقي ان دوتا ساب زايلو وخلع، وزايلو طار للمعركه لوحده وبدا يقتل في الجنيات. وبعد المعركه بتساله كيفيا انت مين، وبتشوف الحاكمه وتستغرب، فبيقول لها زايلو انه لسه متعاقدش معاها وانه مش عاوزها اصلا. وهنا بنشوف ملك الشياطين رقم 47 وجوجي جاي من الغابه وبيدمرها حرفيا، وبيكون زي الصرصار بالظبط، ولما الجنود بتهجم عليه بالرعد بيعمل حواليه الدرع، وبعدها بيرجع الهجوم عليه ويدمر معظم اسلحتهم. وبيحصل جدال بين كيفيا وزايلو عن انهم ما ينسحبوا، بس كيفيا رافضه وعاوزه تموت بشرف، يبقى خلي الشرف ينفعك يا اخت. وكيفيا بتتفاجئ ان زايلو بطل من الابطال محكوم عليهم وبتتريق عليه، ولسه ما خلصوش كلام لقوا الوحوش بتهجم عليهم من كل حته، وملك الشياطين بيرمي عليهم شرنكات مليانه حشرات صغيره بتاكل في الجنود حرفيا، والوضع بقى مأساوي، بس زايلو بيحاول ينقذهم، وبتيجي ضربه من الاسلحه على زايلو وبيفقد الوعي، ولما بيصحى بيشوف الحاكمه وهي بتقول له انه لازم يتعاقد معاها ويستخدم قوتها والا كل اللي هنا هيموت، وهو لسه رافض وبيسأل كيفيا ان هي اللي تتعاقد مع الحاكمه بس ما بتردش. ولما بيشوف ان الوضع مأساوي ومفيش حل غير كده
بيوافق يتعاقد معاها، وبيبدأ يتعاقد معاها انه يجرح نفسه وهي تقرب من الجرح، وبيتم التعاقد. وبنعرف ان توريتا هي حاكمة السيوف، وبتبدأ تظهر وراها بوابات مليانة سيوف بتنزل على الاعداء وتدشملهم كلهم. وبنشوف زايلو وهو بيطلب منها سيوف ويحارب، وبيقرر انه هيحارب ملك الشياطين، وبيطير ناحية ملك الشياطين بس في جنيات بتحاول توقفه وهو بيحاربهم، وبيروح لملك الشياطين وبيقطع رجله، وبيبدأ ملك الشياطين يهاجمه ويبعت جنيات كتيرة، بس الحاكمة توريتا تطلع سيوف من كل حتة وتموتهم. وبعدها بيطيروا على ملك الشياطين، وبتطلع توريتا سيف كبير وبياخدوا زايلو ويرميه بقوته الانفجارية على ملك الشياطين، وفعلا بيقضوا عليه. بس استنى، ده اللي هم كانوا فاكرينه بس، لا ده رجع تاني وضرب زايلو واتصاب. وبنشوف دوتا اللي رجع تاني فجأة، وبيسأل زايلو بكل بجاحة انت يا اسطى ايه اللي مخرجك من بيتك وسط الدوشة دي كلها؟ وبيكون معاها حاجة بنعرف من زايلو انها ختم الارض المحروقة، وهنا بيظبطها زايلو وبيرميها على ملك الشياطين، وبيمسك توريتا ودوتا ويهربوا. وبتنتهي المعركة وبتهرب الجنيات، وبتطلب منه توريتا انه يمدح فيها علشان ساعدته انه يهزم ملك الشياطين، وبيشكرها بس ببرود، وبتقول له الشكر بالطريقة دي مش كفاية لحاكمة زيي، ولسه عاوزاه يحط ايده على راسها. افتكر مشهد من ذاكرته اللي خلاه واقف مصدوم. وفي نفس الوقت تيجي كيفيا وتقول له انتوا سرقتوا الحاكمة وسرقتوا ختم ارض محروقة وقتلت سيد الشياطين بمزاجك، ده انت مجرم يا شيخة. يعني كانوا يسيبوهم يقتلوكوا عادي يعني، انما لما انقذكم بقى مجرم يعني. وهنا بتقول له كيفيا لتوريتا انها كانت رايحة لقلعة غلولتريلوم وما كانش المفروض تقابل المجرم ده، بس توريتا بتقول لها ان الفارس بتاعها وانها واثقة وانه هيقتل كل اسياد الشياطين. بس كيفيا بتقول لها انت ما تعرفيش هو عمل ايه اصلا علشان يبقى بطل، ده قتل حاكمة زيك وكان ساعتها فارس مقدس وتعاقد مع حاكمة وبعدها قتلها. بننتقل بعد كده لمشهد المحاكمة. زايلو لما كان فارس مقدس وكان قائد الفرقة الخامسة للفرسان المقدسين، بنعرف من القاضي انه كان رايح يحارب سيد الشياطين ال13، وكان بيحارب مع الحاكمة سينيريفا اللي كان متعاقد معاها. وبعدها زايلو بيقول انه مفيش تعزيزات وصلت وانه اتأمر انه يحارب، بس هنا القاضي قال له ان مفيش امر رسمي بانك تحارب وانه بيخالف الاوامر على طول. وهنا رد زايلو ان دي ساحة معركة وان القائد هو اللي بيشوف الاصلح وبيعمله. وهنا القاضي بيقول له انه قتل الحاكمة سينيريفا، وزايلو بيأكد كلام القاضي، وساعتها الناس بتنقلب ضده وبتطالب القاضي باعدامه. بس زايلو بيبدأ يدافع عن نفسه وبيقول انه فضل يحاول من غير تعزيزات، والحاكمة فضلت تحارب معاه لحد ما قوتها خلصت، وساعتها قتلها علشان لما قوة الحاكمة بتخلص بتضعف جدا وبيبدأ وباء الشياطين يخلص عليها. وهنا القاضي بيرفض كلامه وبيقول له ان مفيش دليل عليها وانه قتلها بسبب انه اتعصب. وزايلو بيدافع عن نفسه تاني وبيقول انه لو الوباء انتشر في جسم الحاكمة هتتحول لملك الشياطين عنده قوة حاكمة وساعتها هتبقى اخطر تهديد عليهم. وبيقول ان سينيريفا الحاكمة كانت بدأت بالفعل تتحول وكانت عارفة وهو كان لازم يقتلها. وهنا الحرس بتحطه على الارض وبتمنعه يتكلم، بس هو بيفضل يقول للقاضي ان هم ما يثقوش في كهنة المعبد او الجيش، بس بتجيله لحظة بيفهم فيها ان ده مخطط من الناس دي علشان تخلص عليه هو وفرسانه والحاكمة سينيريفا. وفي نفس اللحظة اللي القاضي بيحكم عليه انه يخدم كبطل بيوعدهم زايلو ان هو هيقتلهم. بيصحى زايلو وبنعرف انه كان بيحلم بالمحاكمة بتاعته، وبتكون توريتا اللي بتصحيه وبيقول لها انت ليه لسه هنا بعد ما عرفتيني على حقيقتي. وبنعرف من توريتا ان عقوبة الخدمة كبطل اشد من الاعدام وانها مخصصة للناس اللي عملت ابشع الجرائم. بتقول له انها عارفة انه عمل ده لسبب مقنع، بس هو بيقول لها لو عاوزة تفض العقد بينا يلا، بس هي بترفض وبتقول له انك الفارس بتاعي. وهنا فيتنيم بيقول ان المهمة اللي بعد كده اتحددت وبيخرجوا وبتكون الحتة اتجمدت، وكيفيا بتاخد اوامر من رئيسها ان الحاكمة تفضل مع زايلو وان الابطال رايحين علشان يطهروا انفاق زيوان غان من غزو قفة الشياطين. وبنعرف من القائد ده ان الشياطين بيدمروا الاراضي بتاعت البشر يعني وبيخلوها غير صالحة للعيش، وان البشر خسروا نص الاراضي بتاعتهم، وبيأمرها انها تروح ورا الابطال. وكيفيا بتقول له هنتحرك فورا. وبنرجع لزايلو واصحابه وبتسأله توريتا ان دوتا مش موجود معاهم، وهنا بنسمع صوت جديد من بطل من الابطال اللي زي زايلو وبيقول لها انه في محل التصليح علشان زايلو ضربه وان المفروض علشان انتوا شعبي تاخدوا بالكم اكتر من كده. وزايلو بيقول حاضر يا جلالة الملك. فبتستغرب توريتا من اللقب وبتسأل زايلو اللي بيجاوب وبيقول لها ان اسمه نور غاي وهو فاكر نفسه حاكم للمملكة كلها وانه كان ارهابي وتمرد على الناس اللي اخذت حقه، وفي الاخر قرر ان هو يخدم كبطل يعني. وبتسأله عن الشخص التاني اللي قاعد بعيد عنهم وبيقول لها اسمه
تاتسويا، وانه اقدم بطل هنا وانه مشوش عشان هو مات كذا مرة كبطل واتعاد تجسيده تاني، وكل مرة كان بيفقد جزء من ذهنه وذاكرته، وان هم لو ما خدوش بالهم هيبقوا زيه. وبيوصلوا للقرية اللي جنب الانفاق والاهالي بتكون غضبانة منهم وبيكون الكآبة بتعم المكان، وبنعرف انه بسبب ان قفة الشياطين قربت عليهم، وبيكون زايلو عاوز معدات واسلحة من القرية بس الناس فاقدة الامل وبتقول لهم انتوا ما جيتوش من بدري عن كده ليه؟ بعدها بتوقفوا بنت صغيرة وبتعرفوا مكان الانفاق وبتسألوا عن ابوها وانه مفقود جوه الانفاق وانه وعدها يحضر عيد ميلادها، وبيسيبها زايلو. وبنعرف من فيتنيم ان الانفاق دي بيستخرجوا منها حديد جودته عالية جدا وبيستخدموها في الاختام المقدسة، وانها مهمة جدا لشركات فيركل للتطوير اللي بتعمل الاسلحة الرعد اللي شفناها من شوية. وبتسأله توريتا ايه هي الاختام المقدسة، وبيقول لها زايلو ان كهنة المعبد بيقولوا انها هدية من الحكام، وبيقول لها زايلو انه معاه ختمين في جسمه، ختم الطيران وختم الانفجار، واللي شفناها قوته قبل كده، وان الاختام دي تخصص الملك نورغاي وانها ممكن تنتج حرارة او تشق الارض او تكون برق زي ما شفناها في الحرب اللي فاتت. وقبل ما يدخلوا النفق بيهرب فيتنم للقرية علشان هو قائدهم ولازم يفضل محمي، وبيفضلوا يحفروا جوه النفق والملك شغال بيعمل اختام مقدسة. وبتوصل كيفيا وبتسأل الحاكم لو عاوزة ترتاح مع الفرقة بتاعتها، بس الحاكمة بترفض وبتطلب تفضل مع زايلو، والملك كمان بيقول لها ان طلبها مرفوض. وبتستغرب كيفيا وبتعرف انه مجنون عادي يعني، وبيسألها زايلو عن سبب المهمة اللي ملهاش لازمة دي، وبيبدأ يشغل نظريات المؤامرة وان هم بيخططوا لحاجة يعملوها بالحاكمة توريتا، بس كيفيا بتنفي ده وبيرجعوا يحفروا لحد ما يفتحوا فتحة وبتبدأ الجنيات تظهر، وبتبدأ المعركة وتاتسويا بيخلص عليهم لوحده، وبيخلوا المنطقة دي قاعدة ليهم وبيبدأوا يعملوا حاجز حوالين المنطقة اللي وصلها قفة الشياطين. وهنا بيورينا الملك آخر إنجازاته عادي وتطلع حاجة ملهاش لازمة، وبيوقفوه وبيعملوا أكل وياكلوا وبيتكلموا عن إن هم قربوا من ملك الشياطين، وتوريتا بتطلب من زايلو يستعمل قوتها أكتر بس بيقاطعهم رسالة استغاثة من الفرسان وإنهم بيتهاجموا من قفة الشياطين وإن هم محتاجين مساعدة، وبيروحوا لهم بسرعة وبيكون القتال بدأ. وبنشوف إن الجنيات دي شكل البشر، وبيعرفنا زايلو إن اسمهم نوكر وإن دول عمال المنجم اللي تحولوا الجنيات، وبتأمرهم كيفيا بإن هم يهاجموا الجنيات، وبتزعل توريتا على حال عمال المنجم دول، وبيقول لها زايلو إن هم على الأقل لازم يموتوا علشان يرقدوا في سلام. وبعد المعركة بيلاحظ زايلو إن في واحد مستخبي من عمال المنجم ولسه ما تحولش الجنية، وبيستنتجوا ان في عمال تاني لسه في امان، والملك عاوز ينقذهم بس كيفيا بتقوله انه مش من مهمتنا، بس بترجع تفكر وبتسأل زايلو هنضحي بقد ايه علشان ننقذ الناس. واثناء ما هم بيتكلموا بيقاطعهم الكاهن اللي جاي مع الفرقة وبيقول لها ده بطل منبوذ وما ينفعش ناخد برأيه، وان الاوامر بتقول اننا نقفل النفق باختام الارض المحروقة، وبتقول له عندك حق. وهنا الملك بيتعصب عليه انه عاوز يسيب المدنيين يموتوا بس بيمنعوا الفرسان يقرب للكاهن، وساعتها بنعرف من الكاهن ده ان نورغاي كان اخر احفاد الحكيم هوردو وفخر الاكاديمية، وبيتريق انه في الاخر اتحكم عليه يخدم كبطل ووصل للحال ده. وبيهدي زايلو وبنشوف توريتا زعلانة وبيقرر ان هو يروح ينقذهم هم والابطال، ولو اتاخروا ينفذوا الاوامر ويدفنوهم بالاختام. وهنا بتعجب توريتا بالفكرة بس زايلو بيرفض انها تروح معاهم علشان لو فشلوا ما ينفعش الحكيمة تدفن معاهم، وبيمنعها الفرسان انها تروح معاهم. وهنا زايلو بيزعق في الفرسان ان هم انانيين وان هم عاوزين يموتوهم وخلاص بسبب المهمة الفاشلة دي، بس بيقول انه كده كده هيموت وبيمشي ناحية النفق. وبس كده تغلق الستار على هذا الانمي الجامد نار. اشوفكم في الحلقات الجاية، يلا سلام.